بائع السمك 5 دراهم، لا غلا على مسكين 5 دراهم. الشاب طموح اللي في مراكش اللي حاليا تسد المحل ديالو، ما عرفناش اسباب. هو ديما اي واحد ملي كينجح كيطبق نظرية البقرة الأرجوانية. بالنسبة للدراري اللي ما عارفينش نظرية البقرة الأرجوانية، إلا مشيتي تقرا شي كتاب أبي غني أبي فقير، غتلقى أنه من الأسباب ديال النجاح هو تكون هو ذاك البقرة الأرجوانية وسط البقر اللي كيبان عادي، أي تكون مختلف، تكون كتبان مختلف. وبالضبط هذا اللون الأرجواني اللي هو غريب، كندوي على الغرابة في التجارة كتلعب دور كبير. لذلك ملي بائع السمك طيح الثمن، الناس تسألوا واش تجار ديال السمك كيبيعوا لينا الحوت كينصبوا علينا او لا، هذا بغى يدير خير. فهمتيني؟ وحده في الجوج اللي صحيحه، ولا هو داير شي بلان ماشي هو هذاك اخترق القانون فعلا، او لا السيد مخترق القانون وكيبيع لينا شي سمك اللي ما عنده حتى شي علاقه بالجوده باش يليكيدي فقط، ولا كيف كيقولوا الناس بعض الناس انه باغي يجمع لي فولورز من الانستغرام. ونقول واحد القضيه، قال قائل ان هذا اصلا باغي غير يتشهر، اصلا الربح ديالو من تيك توك ولا من الريزو سوسيال، زعما هذا هو الارباح ديالو. هو ما كيربحش من الحوت، كيرخص غير باش يدير البوز ومن خلاله يربح من السوشيال ميديا ولا من تيك توك. السؤال هو اصلا فين كاين المشكل هنا؟ اذا كان غيربح من السوشيال ميديا مع ان الرابح الاكبر هو المواطن. تخيل معايا كون كان اي واحد يدير هذا البلان هذا والناس هما اللي يربحوه. مثلا مول الجزار، مثلا الجزار تا هو يدير نفس الفكره، يبيع بثمن رخيص والناس يدعموه، وهو يكون الارباح ديالو اكثر من ارباح اللي كان غيبيع هو اللحم. دونك شنو غيوقع؟ الناس اللي ماشي في حالهم غيشريو وهو غيربح، وكتولي الناس هما اللي كيعاونوا الناس. يعني كنوليو هنا رابح كلشي معاونو. اذا هو اللي بغى يدير البوز، شنو المشكل؟ ما كاين حتى شي مشكل. علاش اصلا بغى هو حر؟ هو بغى يقولبنا، زعما نفرض انه نمشيو اسوء الحالات، بغى يقولب الناس وكيقولبهم وكيخدعهم وكيبقى يدير لهم كذا انا مع الشعب وكذا. فين هو المشكل؟ اذا كان الناس كيربحوا ما كاين فين هو رابح والناس رابحين والناس كيدعموه باش يكمل، هو كيعاون الناس. كنتمناو الخضار يديروا نفس الفكره حتى هما يتشهروا، شي واحد من الخضار يتجرأ ويديرها ويبيع بثمن رخيص والناس اللي ما في حالهم شي يشريو من عنده وهو يربح من غيكون الربح اكثر من السوشيال ميديا، اكثر من الى باع هو. دونك تبان لي خاص الناس يحاولوا يفكروا. وثانيا واحد القضيه، المساله ديال راه غالي، ما عرفتش اش كنعقدوا في الامر، ولا كان غالي ما نشريوش. راس امر بسيط جدا، علاش كنبقاو نعقدوا؟ الى مشرينا حنا خصنا نتحكموا في الثمن، ماشي تخلي واحد هو يتحكم لينا في الاثمنه. شي الحوت خاصه الحوت الى بنادم ما شراش راه يومين 3 ايام راه واقيلا صافي كيخسر كيخناز. راه في يومين و 3 ايام بنادم ما بقاش كيشريه، راه صافي راه الثمن غيرجع يولي ثمن مناسب. فو تشوفوا طلع ما تشريش، يهبط الثمن تشري، وغنبقاو غادي بحالك حنا اللي كنوليو حنا هما القوه. هنا فاش تولي قوه الشعب في جميع الحالات، سواء نقاطعوا الحاجه اللي كتزاد في الثمن ديالها، وثانيا نعاونوا هذاك الناس اللي كيرخصوا باش يديروا البوز بين قوسين. ما كيهمناش هو هذاك اهداف ديالو، المهم هو كيربح وحنا كنربحوا والناس كيربحوا كنوليو كنتعاونوا. هذا هو التكافل اللي خص يكون في المجتمع. هذا هو مبدأ خلق الفرص، ولا مبدأ المنافسة الشريفة. لأن ملي حيت قلتي واحد النقطة مهمة، أن السمك يومين غير كيخسر. اوكي يا سيدي غديرو في الثلج وداك الشيء، ديك الهضرة ديالك، ولكن المواطن يقدر يستعمل بطاقة الضغط على البائع. واحد المسألة خصنا نستافدوا منها، اللي هو حنا عندنا السوق الحر اللي كيغلب عليه ولا اللي كيتحكم فيه العرض والطلب. يعني انت اللي خصك تتحكم،
راه بعض الخطرات حنا كنشوفوا ان ماشي حنا اللي كنتحكموا في الاثمنه، ولكن البائع ولا الوسطاء هما اللي كيتحكموا كيزيدوا في الغلاء، حيت الناس ما قادرينش يتحكموا. كتبان لك بحال التحكم في الشهوه، ها هو رمضان جاي ولكن راه ما كنتحكموش في الشهوات ديالنا ديال البيع والشراء. واش حنا ما نقدروش نعيشوا بلا واحد البرودوي تزاد فيه الثمن؟ نقدروا. ما لاحظتيش ان المغاربه ولات عندهم واحد التخمه، وصلوا لواحد المستوى ديال انه كيطالب المواد اللي كانوا كيشريوهم غير الاغنياء حتى هو ولا كيطالب بهم. راه المغاربه راه كيبان ليا مع الاسف مبقيناش كنعرفوا نعيشوا. كتشوف دابا شحال هادي كان كيدير رفيسه العاميه، المهم اي حاجه كياكلها. بعد كتشوف بنادم بحال تخلق باش ياكل، كيسول كيحتاج التفاح الحمر زادوا فيه، الليمون زادوا فيه، ويزيدوا فيه ما تشريش. المواد الغير اساسيه ولاو حتى هي داخله في الاساسيه. وهذا هو النجاح ديال بعض المستثمرين اللي دخلوا البلاد، سواء الاجنبي سواء المغربي، ولاو المواد اللي غير ثانويه. مثلا السي لافوكا، واش لافوكا ضروري في حياتك؟ وكيتشكى من لافوكا، تيقولك لافوكا غاليه 600 ريال ولا 20 درهم. دخلات في الاساسيه ديالك، وبالتالي ان المغاربه مستوى العيش ديالهم تحسن. ما خصناش نكذبوا. الا كان انت كتناقش وكتحتج على لافوكا ولا كتحتج على ما نعرف اناناس ولا يعني انت ولات عندك واحد المستوى ديال العيش راه جيد. ولا كيبحث على الكماليات الأولويات فعلا. في حين ان حنا عندنا واحد النقطه خصنا نرجعوا لها بعدا في الموضوع ديال السمك. في دوزام استجوبوا واحد لامين ديال الصياده، قالك ان السمك كيخرج ب 80 درهم من الصندوق، يعني الا قسمتيها تقريبا المهم 6 دراهم الكيلو. راه فعلا يعني الدري ما كيكذبش، فعلا السمك كيخرج ب 6 دراهم، ولكن بسبب الوسطاء والسماسريه بين قوسين كيطلع الثمن فهمتيني، كيولي كيوصل 300 400 السردين اللي هو ثمن ديال الفقراء ولا كيجي كيعاني منه واحد النقطه وين نقولها هي هذوك السماسريه، حيت الناس ما فاهمينش شنو هما السماسريه. كنلاحظ الوسط السماسريه ماشي كائنات فضائيين، راهما وحدين تلقاه ساكن حداك ولا تقدر تكون انت. راه ماشي شي وحدين، راه حنا هادوك حنايا هادوك واحد الجانب اخر من شي مغاربه اللي كيستغلوا الفرص. غتجي الفرصه ما يرحمكش، وهو نفسه كيتشكى على حاجه اخرى اللي زايدين فيها الثمن. كل واحد كياكل بالطريقه ديالو. هذاك الشيء علاش خصنا نحيدو منا الانانيه ونبينوا ان كاينين الناس اللي هما كتار مزيانين وقادر حنا نتحكموا ونفهمتي ونحاربوا هذه القضيه. حيت الدوله اللي كيتسنى الدوله دايره السوق حر. مع ربهم بواحد الناحيه خصها تدخل فاش تحارب شويه ديال الاحتكار، ولكن راه كتبقى السوق حر، كل واحد كيحدد الثمن ديالو. وكاين واحد النقطه عاوتاني ديال بنادم ما فهماش ان الدري اللي سدوا ليه المحل، كنظن وقع اللي سدوا ليه، راه بالطبع هو دار مخالفه، ولكن الدوله راه ديما كدير هاد القضيه اللي ما فاهماش. الدوله راه ما غاتشدكش تقول لك انت حقا ناقص الثمن، راه ما كيشدوكش على هاد القضيه، راه كيشدك حيت انت داير مخالفه. اي واحد كتخليه يدير اللي بغا، ولكن كتخليه نهار كتخليه يخالف القانون بواحد الناحيه اللي هي بحال مثلا ما تعلقش الاثمنه، فهمتي، كتعتبر مخالفه، ما ديرش كذا، كتعتبر ما عندكش الرخصه. راه بزاف الناس ما عندهمش رخصه والدوله عارفاهم، ولكن امتى غتستعمل القانون هي فاش انت غتخالف شي حاجه ما تعجبهاش، عاد غتدخل. حيت راه ماشي هو بوحدو اللي داير هاد القضيه، مثلا ماشي هو بوحدو اللي خالف القانون. راه ماشي غيشد. مثلا نخرجوا من الموضوع باش يفهموا هاد النقطه اللي قلتي. راك ما كتشدش مثلا حيت بعتي السمك ب5 دراهم، غيبغي يشدك باي حجه، ولكن علاش؟ لان انت خارق ديجا القوانين، دونك ما معلقش الاثمنه. عندك فهمتيني العوامل النظافه
في المحل منعدمه، يعني كيخليك تخترق القانون، ولكن كيستعمل الخروقات ضدك نهار كتكون ضده، نهار كدير شي حاجه اللي ما كتعجبش الدوله. هذا الشيء علاش سدوا المحل ديالو، و90% غيبرروا كيقول لك السيدي سدوا المحل ديالو لانه ما معلقش اثمنه او لا لي كونديسيون ديال النظافه ما كاين. لا هما كيقول لك انه سدوا لي المحل حيت ناقص الثمن، ما كايناش هاد القضيه هادي. من الغابه انك تعتقد انه غيشدوك حيت انت ناقص الثمن. كيشدوك بصح حيت انت اختارتي. كان من الاحسن يكون الامور ديالو مضبوطه، الا كان الامور ديالو مطوره ما غيشدوش، ما يلقاوش اللي منين. الناس اللي جاو ضده، الناس اللي ديكلاراو واشتكاو، راه هما حوات نيت اللي معاه في الدومين ولاد الشعب. يعني انت ملي كتشكى وكتقول واه بغاو يغليو علينا، راه ما حتى حد ما يبغى يغلي عليك. راه شكون هو اللي ضدك؟ هو داك اللي كيبيع لك ب 500 درهم السردين، راه ماشي الدوله. فهمتيني؟ ان هو تشكاو ان هاد السيد كيطيح الثمن وكذا وهذه وغادي يخلق لنا الصداع في المغرب، لانه غيسحبونا حنا كنبيعوا بشكل غير نزيه، كنزيدوا على الناس. بالتالي خصنا نفهموا العدو ديالك عرفتي شكون هو. هذاك اللي كيبيع لك الحوت، هذاك المواطن العادي اللي تا هو مرتاح حيت كيبيعوا لك غالي. فهمتيني؟ انت كتشري بطبيعه الحال ما كتقاطعش اول حاجه، واي حاجه كيزيدوا عليك فيها ما كتقاطعش، وكتجي تشكى من علاش اعتقلوا دري او لا سدوا ليه المحل حيت كيبيع ب5 دراهم. كنتمنى تكون مبدا المنافسه الشريفه في المغرب، وما يكونش القمع بالنسبه لان المواطن هو الاول اللي خصو يستافد ماشي البائع. اخر حاجه كما كنقول راه كلشي بيد الناس يتحكموا، حنا اللي خصنا نتحكموا فهمتي في الثمن. ما تخليش بنادم يتحكم لك في الثمن، انت تحكم في الشهوه ديالك. ماشي كلشي كيتوحم. الحوت تقدر ما تاكلوش، راه عادي جدا. باغي تربي الريش ضرب تجيك الفرصه الشنطه دير دابا بلا تنتن كلون وباغي يدير باقي كيتعنى ما كيراقيش باغي تربي الريش ضرب تجيك الفرصه الشنطه دير دابا بلا تنتن كلون وباغي يدير باقي كيتعنى